إياكم والرشوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والرشوة فإنها محض الكفر. إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. إياكم والرشوة، مو عزبالة إخواني. بالمناسبة تغيير العنوان مو سبب لتغيير حقيقة الأحكام. تغيير العنوان مو سبب لتغيير حقيقة الأحكام. زين، أنت تدري الرشوة حرام ومو تمام. يسأل الرجل: لماذا تفعل هكذا؟ يقول لك: هاي مو رشوة، هاي هدية، هبة، يلوزها على قولته. اللي يقول هو شو لما يقول هو نفس الشيء، هي رشوة، بس هو ايش حسباله؟ من راح يقول لا هاي مو، هاي هدية. من يقول هدية حسباله لما نغير الاسم الحكم هم ما راح يتغير. يا ابي ليش تستغيب؟ هاي مو غيبة، ملبش. ليش تكذب؟ حامض حلو. ليش تفشر؟ هذا مو فشار، هذا مدح عراقي. هالشكل التلويزة والترقيعة على قولته اللي يقول. لكن أصلا تغيير العنوان مو سبب واقعي وعامل أساسي ورئيسي في تغيير حقيقة الأحكام. أنا هاي أبين إخواني وأعزائي الحكي بيناتنا. يجوز أنا أقدر أعبرها عليك، ويجوز همات أنت تعبرها علي. بس الله عز وجل شلون؟ ما أدري شلون يفكر هذا الطرف. الله عز وجل شلون؟ شنو حامض حلو؟ شنو ملبس؟ شنو هدية علي بن أبي طالب؟ شلون يعني؟ الحق مع وأبو حسين ويا الجماعة اللي داير مدايره كما تعلمون. مو سهل على كل حال. علي مع الحق والحق مع علي بن أبي طالب، والجميع يتوقع شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الطرف المقابل بكيفه، رجل على رجل وقدام المكيف. هذا لا، مو هالشكل، وهاي ترى مو هالشكل، الأعمال حسب النيات هالشكل. ويتوقع أن هذه اللفظة وهذا الكلام سبب في تغيير حقيقة. لا أغاتي من أنت. الحرام عند الله ورسوله إلى قيام تلك الساعة حرام، والحلال عند الله وعند رسوله حلال. إخواني وأعزائي، إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. هناك نقطة إخواني ينبغي الالتفات إليها. ما ذكره العالم الجليل السيد عبد الحسين دستغيب في كتابه الذنوب الكبيرة. يقول: نعم، الرشوة حرام محرمة، ولكن فيها بعض النقاط والملاحظات ينبغي الالتفات إليها، وهي مو على طول الخط الرشوة حرام. هناك مجموعة من الملاحظات والمستثنيات. فيقول أن الرشوة في مضمون الشريعة الإسلامية تنقسم إلى هذه الأقسام. أبين لك إخواني اللي أبين رؤوس أقلام، ولكن الجزئيات والأحكام إن شاء الله في مكان ومناسبة أخرى. أولاً، النوع الأول من الرشوة، الرشوة إلى الحكم وإلى القاضي. الرشوة في ساعة الحكم وإلى القاضي. ثانياً، الرشوة من أجل الوصول إلى أمر حرام. ثالثاً، الرشوة من أجل الوصول إلى أمر حلال. يعلق السيد قدس الله نفسه يقول: أما بالنسبة إلى الرشوة إلى القاضي إخواني وأعزائي، فهي هو سبب الرشوة إخواني في مضمون الشريعة أساساً للقاضي. يعني لما يعبر الحرمة أساساً تقديم الرشوة سبب الحرمة مبدئياً إلى حكم القاضي الذي بتوقيع واحد بكلمة واحدة على كل حال يغير الحكم. المظلوم يصبح ظالماً والظالم يصبح مظلوم. فالنوع الأول تقديم الرشوة إلى القاضي بسبب من أجل تغيير الحكم بطبيعة الحال من المحرمات. ويأكد السيد إخواني أيضاً تعليق هناك
حتى وإن كان القاضي الحاكم يحكم بالحق والإنصاف. يعني يقول له عمي ترى أنت الحق وياك، من باب المثال الحق وياك وماكو داعي لهالجسم، يقول له لا أريد أضبطها للشغلة، خذ هالمبلغ هذا وبالعافية عليك. إذا أخذ أيضا هذه محرمة. يعني القاضي راح يحكم بعدالة، القاضي راح يحكم بعدالة، واللي قدام همات يقول له عمي ترى ماكو داعي على كل حال، بس هو شو يسوي؟ يريد يضبطها للشغلة على قولة مثل ما يقولون، فيقدم المبلغ. القاضي همات نزل كما تعلمون. فأيضا يقول السيد هذه أيضا من ضمن المحرمات. بعد المطلب الثاني تقديم الرشوة من أجل الوصول إلى أمر حرام كالقسم الأول. شلون يعني؟ يعني يقدم المبلغ، السلعة، الحاجة الثمينة إلى من هو له منصب، على قولتي اللي يقول له النفوذ، منصب اجتماعي، منصب سياسي، منصب علمي، على كل حال أقدم له المبلغ، ولكن في قبال هذا المبلغ أصل إلى أمر حرام محرم. يعني ايش راح أصير؟ معصية بطن معصية، معصية بطن معصية. مبدئيا الرشوة حرام، وثانيا من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى أمر حرام. أيضا القسم الثاني هو كالقسم الأول. ثالثا إخواني الرشوة من أجل الوصول إلى أمر حلال. هنا إخواني يقول الشارع لا بأس بإعطاء هذا، إن صح التعبير، هذا النوع من الرشوة. كيف وبأي معنى؟ هاي شوية راد لها طبعا بيها إحراج شديد بيها بالشكل، يعني من باب المثال صاحبك قاعد بهالمكان تعطيه هالمبلغ قل له اقعد بهالمكان، انت بعد كون تفرزن، انت كون تفرزن، تقدم له هذا المبلغ قل له عوف عملك من اجل الخدمه، من اجل يعني اترك الجماعه. يعني هو مخير بين يختارك إلك ويختارني انا ويختار الرجل الفلاني مثلا، اقدم له المبلغ اقول له عوف شغلتهم مشي شغلتي اني في آن واحد، طبعا في آن واحد. ولكن إخواني الشارع تعالى هاي يقيس أمر مباح ما بضرر، أمر حلال، تقدم له هذا المبلغ، هنا نقدر شوي نتنازل، وهاي الرشوة شو نسميها؟ نسميها هدية مثلا، قد هنا تقدر. ولكن إخواني الشارع المقدس هنا أيضا ماذا يقول؟ هذا النوع من الرشوة أيضا لا تخلو أو لا يخلو عن كراهية، أيضا مو حرام، ولكن الأمر الأول بكراهية. شلون؟ بعد تعرفون الخردة تشهي، مو الخردة تشهي، أنت لما راح تعطي المبلغ ويستلم قد يتشجع على شنو؟ يستلم الرشوة من القسم الأول والثاني. لما رجل على رجل وطاه هذا المبلغ، خلي هالملف هنا، خلي هالشغلة مثلا أمر حلال ومباح إن صح التعبير، ولكن هذا المبلغ قد يستذوق حلاوة هذا المبلغ ويتجرأ الإنسان استلام الرشوة من القسم الأول والثاني، هاي كراهية. ثانيا إخواني هناك نقطة ينبغي الالتفات إليها، وأيضا لا بأس بالرجوع إلى كل من يراجع إلى مرجع تقليد يأخذ الحكم. الأمر المباح الحلال متوقف على شرط أساسي قد يحول الحكم من الحلال إلى الحرام. شلون يعني؟ أمر مباح، أمر ما بيشي، يعني أقدم له هذا المبلغ حتى يمشي لي، بس أنت متأكد هاي الحركة ما راح تسبب ضرر إلى الآخرين؟ أنت تضمن هذا الشيء؟ من باب المثال والأمثال تضرب ولا تقاس، هاي دارجة. وقلت لك اللي أبينه لا بأس بالرجوع إلى مرجع التقليد، لأن أكو اختلاف في الجزئيات. من باب المثال الطب عند الطبيب يشوف هوسة خبصة، مو لما تلتفت للسكرتير القاعدة تناوشه فدمية، تقول الملف أنا يا رقم 10، تقول له خليه الأول، مو شكل يا رقم أني رقم العاشر راح أطب الطبيب، زين أنا مستعجل وهوسة همات أعاين منا مو شو اسمه ملتفتين مشغولين ما يدرون، أطلع ال50 وأنا أخليها بالدخل، أقول له خلي. هو أساساً الأمر حلال وحرام، أساساً ما بشي، أساساً ما بشي، لكن بس أنت المستعجل، بس أنت المستعجل، هذا اللي قاعد يجرأ له شلون؟ هذا اللي منتظر شلون؟ وقد لا والله، قد لا والله من الممكن أنه ما مستعجلين مثلاً،
قد يعطوك الرخصة أنه تكون الرجل الأول. قلت لك في مضمونها هناك اختلاف بين الفقهاء، ولا بأس بالرجوع. أرجع وأقول إخواني، مبدئيا الرشوة حرام، وخصوصا إلى القاضي الذي بقلمه وبالتوقيع الواحد ممكن أن يغير حكم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قوله عز وجل في محكم كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن من ضمن تلك الجرائم والذنوب التي وصفت بالكبائر هي جريمة الرشوة.